الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد. قبلها كانت الخساره من الاهلي بهدف مقابل لا شيء. محاوله من سلطان البيشي، عرضيه والراسيه وهدف اول. هدف اول يوب يونغسو يحرز هدف اول للهلال مع الدقيقه السابعه من زمن شوط المباراه الاول. المحاوله العرضيه جاءت بهدف ليوب يونغسو الذي يحرز هدفه الثاني في دوري زين السعودي للمحترفين. يوب يونغسو الذي تعود على التسجيل والذي ايضا هو اصبح هداف الهلال في كاس ولي العهد. هنا ياتي براسيه متقنه تماما، الكره على يمين الحارس علي المختار. الهجمه جاءت من سلطان البيشي الشاب الجميل والظهير الايمن الرائع في فريق نادي الهلال، وراسيه يوب يونغسو ذكيه جدا تاتي بهدف. لا، سلطان البيشي المتقدم، خاطئ من الدفاع. يوب يونغسو في الدقيقه السادسه والثلاثين. يوب يونغسو يستغل هذا الخطأ من دفاع القادسية بعد عدد من التمريرات الهلالية، وأيضا من الناحية اليمنى من يتقدم هو سلطان البيشي. يوب يونغسو يستغل هذه الغفلة ويتقدم وينفرد بمرمى علي المختار ويسجل هذه عادة. هذه كرة سلطان البيشي، هي العودة من الدفاع والخطأ من عبد الله القرني في الإبعاد. جاءت إلى يوب يونغسو، استلم وواجه المرمى ووضعها ببراعة على يمين الحارس علي المختار. وهدف ثاني، هدف ثاني للهلال في الدقيقة السادسة والثلاثين. والهامسون يتقدم في 51، قد يسجل 36. أرقام كثيرة أنا عارف، بس خلينا نقول لكم الآن مع هذه الركلة، مع ركلة الجزاء، هذه هي 51 ركلة جزاء في دوري زين السعودي للمحترفين. هل يعود للتسجيل؟ والهامسون يعود للتسجيل وهدف ثالث للهلال. هدف ثالث للهلال. كريستيان والهامسون يعود بهدف اعتباري شخصي، بهدف اول له في دوري زين السعودي للمحترفين في هذا الموسم، وبهدف عودة الاشقر للتسجيل. ياتي كريستيان والهامسون بهدف جميل في الوقت بدل الضائع من زمن شوط